السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جالي طقم ستانلس من ولادي، هدية. ربنا يحفظهم لي ويحفظ باباهم يا رب، ويحفظ ولادكم كلكم يا قادر يا كريم. الطقم ستانلس، انا كان نفسي في طقم الستانلس ده عشان عارفة انه صحي، ولسه ما جربتوش. يعني هجربه معاكم بإذن الله، واحدة واحدة كده، حلة حلة بإذنك انت يا رب. ويا رب الأكلات اللي عاملها فيه تطلع ناجحة وحلوة وتعجبكم. لو في عيوب هقول، لو في مميزات برضو هقول، عشان حد حابب يشتري الاستانلس وخايف يشتريه. انا من بدري يعني عماله اقول جرانيت لا، استانلس صحي. طب السيراميك مش بيقولوا مش حلو. انا ابتديت بالاستانلس، وهعمل فيه رز وهعمل فيه محشي، وهقول لكم برضو ان كان حلو ولا كان وحش. انا مش بعمل اعلان لشركه ولا حاجه، انا بس ايه، حبيت اشارككم معايا مش اكتر من كده. يلا بينا بقى نشوف حله حله كده ومقاساته ايه. بصوا حبايبي، الكرتونه بتيجي فيها كل حله في كرتونه لوحدها زي ما انتم شايفين كده. هطلع لكم حله حله. حلو الكلام. اللهم بارك اللهم صلي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى الكرتونه الكبيره دي واوريكم واحده واحده كده. دي اصغر حله فيه، مقاس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده شكله شيك جدا، بسم الله ما شاء الله، وتقيل. ده رأيي يعني المبدئي. جميل، ودي القاعدة بتاعته. هو مصري يا جماعة، ميد ان ايجيبت، مصري. مش هكدب ان هو تركي ولا حاجة، بس انا يعني لما بصيت قبل كده واتفرجت، التركي ما عجبنيش كشكل يعني، لكن الستانلس حاسة ان كله زي بعض. ادي كده، نركز دي على جنب. والضمان بيبقى جواه كده، كل حلة جاية معاها ضمان. دي كده مقاس 20، دي 18 ودي 20، نفس الشكل. اوكي. ودي مقاس، مش مكتوب عليها ولا مقاس 22. مقاس 22. والله يا جماعة هو في كذا شكل من الشركة ديت، او المصنع دوت، في كذا شكل، بس ده احلاهم. ممكن يكون كمان اجدادهم، مش عارفه. دي مقاس 22. انا شايفه دي حلوه قوي قوي للخضار، ولو رز برضو، لو في حد يعني عدد كبير عندي هتبقى كويسه. ودي مقاس 24. برضو مقاس 24، ما شاء الله كبيره، بسم الله ما شاء الله. تنفع حلوه قوي للمحشي. انا هجرب فيها محشي، يعني هقول لكم بكل امانه، هعمل المحشي فيها قدامكم، وبقى يا يلزق او يشيط او يطلع حلو، احنا ونصيبنا. كل حله وفيها الضمان بتاعها، وتقريبا كده بتبقى مدرجه من جوه كام لتر. حلو. دي تقريبا 6 لتر الحله دي. ما شاء الله تقيله يعني، بسم الله ما شاء الله. من تقلها هتاخد الغطا وهتقع. مبلاش حاجه كده. انا اخترت الطقم ده بقى، اللي هو الخمس قطع ده، يعني كان فيه حاجات كتير جدا
منه كان في طقم، في طاسات وفي براد وفي حلة بخار صغنططة كده حوالي مش عارفة 5 أو 6 لتر. وكان في حاجات كتير يعني، في أشكال كتير. أنا عجبني عشان الحلة دي، بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا الحلة دي مقاس 30 تقريبا، لا دي مقاس 28 مش 30 بقى. بس بسم الله ما شاء الله، جميلة جميلة، عجبتني جدا بقى دي أول ما شفتها. يعني قلت ده كربط على طول. بصوا مش عارفة يعني باينة ولا لا، ما شاء الله يعني عالية. أول حاجة بسم الله ما شاء الله واسعة، يعني الحاجة تتحط فيها كده وهي ايه. بصوا شكلها من جوه بسم الله ما شاء الله، يعني جميلة جميلة بصراحة. عجبني بقى ان بصوا الغطا مش زي التقومة اللي عندنا فيه مسمار بيمسك ايد الغطا، حلو متبرشمة كده. وعجبني نفس الكلام في الايدين برضو، بصوا مفيش مسامير ماسكاه. ما شاء الله الحلة تقيلة ما شاء الله، يعني جميلة. طقم حلو قوي قوي. بس في الاستعمال لسه برضو عشان ما بقاش بضحك عليكم، لسه ما جربتش. هنجربه سوا كده. سعره مش غالي قوي يعني، سعره على متناول الايد يعني، ما شاء الله جميل. عجبني ان هو عملي، ان الحلل بتاعته مقاساتها كبيره. يعني كان في حاجات تانية دوت كلاسيك، ده اسمه ان النوعيه دي اسمه كلاسيك. بصوا مكتوب كلاسيك. كان في انواع كتير، في اللي هو اللي عامل زي البومبي ده، من هنا كده رسمه البومبي. انا عندي الالمونيا بتاعتي رسمه البومبي، فيعني بصراحه زهقت جدا جدا منها، فحبيت ان انا اغير. حبيت عدلة الحلة انها معدولة كده، هتاخد اكتر، هتاخد حاجات اكتر. وفي نفس الوقت ايه يعني، لو محشي او حاجة عاملة مقلوبة، عاملة اكلة حلوة كده ونفسي تطلع شكلها حلو، هتطلع ايه باذن الله هتساعدني. والحلة دي بسم الله ما شاء الله حجمها عجبني قوي. واللي فوقيها دي يعني الاتنين دول حلوين جدا للعزومات. وبالنسبة يعني ان انا ما شاء الله احنا اسرة يعني عددنا كويس، فده هيبقى ايه، انا اسفة، ده هيبقى حلو قوي لينا. وبكل أمانة هقول عيوبه ومميزاته بس عند الاستعمال بقى إن شاء الله. ماشي يا حبايب قلبي، مع السلامة.